السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من فنون الكرة معي. مش هنتكلم في ماتش امبارح مع ايجل نوار البوروندي، ولكن هنتكلم في حاجة مهمة جدا كان نفسي أقولها من 3 أيام أو من يومين. هو إيه اللي بيحصل مع سيد عبد الحفيظ؟ إيه اللي بيحصل ده مع سيد عبد الحفيظ؟ تعال نبدأ من البداية. نقول سيد عبد الحفيظ ناشئ من ناشئين النادي الأهلي. ده دخل النادي وهو عنده 12 سنة، اتربى وطلع في البراعم لحد ما تدرج في الناشئين وتصعد للفريق الاول وعمره 16 سنه. سيد عبد الحفيظ من الناس اللي حلمي طولان قال عليها سيكون له شأن كبير في كرة القدم. سيد عبد الحفيظ اللي بيغيظ في اي مكان وفي اي تواجد. تشاء الظروف ان سيد عبد الحفيظ يجي له اصابه في عمر 26 27 سنه في عز مجده. سيد عبد الحفيظ اللي له هدف عمرنا ما هننساه كجمهور النادي الاهلي في رمضان امام الترجي التونسي من نص الملعب، كان سبب رئيسي في فوز الاهلي بدوري ابطال افريقيا. سيد عبد الحفيظ تجي له الاصابه 26 سنه 27 سنه، يتنيه يحاول يتعالج منها في انكل الرجل لحد ما قال في احد البرامج ان انا كان نفسي وامنيه حياتي ان انا اكمل التمرين وانزل الملعب واعتزل. سيد عبد الحفيظ اعتزل كباقي عظماء كتير في النادي الاهلي في سن صغير 27 سنه. ومش هننسى اللحظه اللي في الدرع يومها في الدوري العام. النادي الاهلي كان حاصل على الدوري وشال الدرع مع ختام مشوار هادي خشبه. الكل تيقن ان وجود هادي خشبه وسيد عبد الحفيظ في الاداره او في اللجان اللي داخل النادي. بالفعل تواجد هادي خشبه في منصب اداري، ثم تواجد سيد عبد الحفيظ في الناشئين مع اداره البراعم مع وتحت قياده الكابتن الكبير محمد رمضان هو والكابتن وليد صلاح الدين. سيد عبد الحفيظ بدأ يتدرج في الاماكن لحد ما وصل لمدير الكره. بدأ يستغل سيد عبد الحفيظ المواقف الإيجابية في النادي الأهلي ويستغل المواقف السلبية، وكان أقواها وأكبرها بالفعل أما كان الزمالك فارق بحوالي 14 نقطة أو 16 نقطة عن النادي الأهلي في الدوري. فبعض الأحاديث الصحفية بعد مباراة النادي الأهلي يعني المراسل بيبعت سؤال لسيد عبد الحفيظ بيقول له مين بطل الدوري السنة دي؟ قال له احنا عمرنا ما عرفناش بطل للدوري غير النادي الاهلي. النادي الاهلي هو بطل الدوري. بعد التصريح ده الكرة المصرية انقلبت. بدأ يحصل تذبذب في مستوى نادي الزمالك من ضغط الاعصاب بسبب تصريحات سيد عبد الحفيظ القوية، والنادي الاهلي الناحية التانية بيكنس ويكسح اي حد بيقابله لحد ما انتهى الموسم بحصد النادي الاهلي لقب الدوري بفرق 12 نقطة. ده كان موسم عمر الناس ما هتنساه للنادي الاهلي وتصريحات سيد عبد الحفيظ. من بعدها بدأت الحرب الشنعاء من مرتضى منصور واولاده على سيد عبد الحفيظ والخطيب. سيد عبد الحفيظ استمر لاكثر من فترة مدير للكرة لفريق النادي الاهلي، يقعد بال4 سنين ويمشي سنة ويرجع تاني بعد تدهور الاحوال الفنية في النادي الاهلي. يجيبوا مدير كرة قوي ما يقدرش يسيطر، يجيبوا سيد عبد الحفيظ. من ضمن مديرين الكرة اللي اتدخلوا فترات سيد عبد الحفيظ علاء عبد الصادق، وده كان مدير كرة محنك ورياضي بمعنى الكلمة، والكل كان بيقول عليه خليفة طارق سليم. لكن ما قدرش إلى حد ما يسيطر على أوضة اللبس. جابوا سيد عبد الحفيظ تاني، ثم تقريبا قعد 3-4 سنين أو 5 سنين تاني، ثم رحل سيد عبد الحفيظ لفترة بسيطة، ثم عاد سيد عبد الحفيظ للفترة الذهبية التي كان لها الأهلي تأثير في الحصول على بطولات الدوري، السوبر المصري، السوبر الإفريقي، دوري أبطال إفريقيا، برونزيات كأس عالم أندية. تاريخ إلى أن حدث خلاف بسيط بينه وبين الكابتن على الخطيب محدش يعرف عنه أي شيء، إلى أن أتت الصدمة بعد فوز الأهلي بالخماسية: دوري مصري، كأس مصر، سوبر مصري، سوبر إفريقي، دوري أبطال إفريقيا، وبرونزية كأس العالم، ليتم الإطاحة بسيد عبد الحفيظ بغير سبب ومحدش يعرف أي حاجة ودون سابق إنذار.
الجمهور غضب من الخطيب، واصبح لسيد عبد الحفيظ شعبيه اكبر من اللي كانت عند الخطيب وقتها. سيد عبد الحفيظ لم يتحدث، تعاقد مع قناه فضائيه بدا يظهر، ما سمعناش سيد عبد الحفيظ اتكلم كلمه واحده عن النادي الاهلي لمده سنه ونص. بل بالعكس، سيد عبد الحفيظ في قناه MBC كان الحائط الصد الاول والاكبر والاقوى عن النادي الاهلي. بل بالعكس، سيد عبد الحفيظ كان كابوس المحللين الرياضيين في قنوات MBC الزملكاويه. بل بالعكس، كان سيد عبد الحفيظ عمل طفره مشاهدات رهيبه رهيبه لقنوات MBC بعد التعاقد مع سيد عبد الحفيظ. وفاجأ الجميع بمشاكل إدارية داخل النادي الأهلي في نهاية الموسم الماضي، حتى ظهر حسام غالي وأدلى بتصريح. من ساعتها الجمعية العمومية وجمهور النادي الأهلي عرفوا مين، أو عرفوا الفرق بين ابن النادي صح وابن النادي اللي عايز يعمل يعني مشاكل جوه النادي. حسام غالي بودكاست قال الإدارة فيها مشاكل وفيها خلافات، وأنا ما بحبش الإدارة اللي ماشية ببند الرجل الواحد. من بعدها الدنيا اتقلبت، اعتذر الخطيب، عودة من جماهير، عاد الخطيب جمع مجلس إدارة من نائبه ياسين منصور، المهندس خالد مرتجي، كابتن سيد عبد الحفيظ، الضماطي، الغزاوي، ناس كتيرة من مجلس الإدارة القديم، وناس كتيرة أحمد عوض، ناس كتيرة في مجلس إدارة جديد منهم سيد عبد الحفيظ. عايز تعرف اللي كان بيحصل مع سيد عبد الحفيظ لما كابتن الخطيب في الأربع ندوات اللي عملهم، 4 ندوات عملهم في فروع النادي الأهلي، جزيرة، مدينة نصر، التجمع الخامس، زايد. شوف لما كان بيتقال اسم أعضاء مجلس الإدارة، كابتن محمود الخطيب بيقدم أعضاء مجلس الإدارة اللي داخلين الانتخابات، تلاقي التصفيق عادي في حرارة. ولكن لما اتقال سيد عبد الحفيظ في ال4 فروع، تقريبا الندوة كانت بتنقلب، لدرجة من فكاهات الكابتن محمود الخطيب بيقول لك سيد عبد الحفيظ جايب حبايبه وجيرانه. سيد عبد الحفيظ ربنا عوضه بالخير، بعد ما كان مدير للكرة أصبح هو المسؤول الأول عن الكرة في النادي الأهلي. المسؤول في الكرة أو مسؤول عن الكرة في النادي الأهلي. ربك كبير. شوف سيد عبد الحفيظ يخرج من النادي الأهلي ويرجع من الباب الكبير، وشوف سيد عبد حسام غالي دخل النادي الأهلي وطلع من الباب الصغير. ودي ترجعنا لمقولة قالها سيد في برامجه أو في أحد البرامج في أحد حلقاته، قال لك عايز تقيس مستواك، قيس نفسك وانت طالع من نادي. قيس نفسك وانت طالع من نادي، شوف طالع مقامك ايه والناس بتقول عنك ايه. هو ده الفرق فعلا بين اللي اتقال واللي اتعمل مع سيد عبد الحفيظ، واللي اتعمل واللي بيتقال عن حسام غالي. الكل امال كبيره في سيد عبد الحفيظ انه يعدل فريق الكره في النادي الاهلي ويعدل بعض الاختيارات الاجانب في الفريق. لازم من دلوقتي نبدا نشتغل وننور اللمبه الحمراء اللي يستره، عشان بعض الفنيات البسيطه اللي لسه ما ظهرتش. احنا مستعجلين، ولكن النادي الاهلي يمتلك نجوم كبيره قوي، فاحنا عايزين يعني الترجمه سريعه قوي. سيد عبد الحفيظ عليه مسؤوليه كبيره جدا. انت قعدت سنه ونص شايف الدنيا بحالها قدام عينيك، الكادر واسع، كنت بتوصل بتقول ان انت بتتابع مباريات في الدرجه الثانيه، فاكيد عندك خطه محطوطه يمشي عليها النادي الاهلي في الفتره اللي جايه مع بقيه الكوادر، مع كابتن وليد صلاح الدين مدير للكره، كابتن محمد يوسف المشرف المدير الرياضي، مع اشراف الكابتن محمود الخطيب وياسين منصور ولجنه التخطيط اللي فيها عبالقه. النادي الاهلي عايز تعديل كبير وعايز شغل كتير، ويا رب ما تزعلهم الجمهور منكم. سيد عبد الحفيظ حصل معاه شيء زعله، لا عمره طلع ولا عمره هيطلع، سبب الخلاف بينه وبين الكابتن محمود الخطيب اللي كان سبب في رحيل سيد عبد الحفيظ. ولكن عودة سيد عبد الحفيظ مش هنقول طوق النجاة، لكن هي فترة مبشرة للنادي الأهلي. على الجميع أن يتعاون مع سيد عبد الحفيظ لأنه مخلص بالفعل للمكان في كل مكان. إن شاء الله النهاردة الحد يوم الجمعة الإعلان الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي الجديد بقيادة الكابتن محمود الخطيب
ونائب الاستاذ ياسين منصور، وامين صندوق لخالد مرتجي، واعضاء كتير، وعلى راسهم رئيس الكرة في النادي الاهلي سيد عبد الحفيظ. عاش الاهلي وعاش ابنائه المخلصين. المخلصين. ما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. اكون شاكر ليكم. سلام عليكم.